اتفضل يا كابتن. ما انا بقول لك، لكن انت بتتكلم يا فاروق على الفرق اللي انت هتلاعبها منتخب مصر. انا بقول لك انت فرقه سيراليون مش فرقه ضعيفه، يعني النهارده اخترقتك كتير، لكن الدفاعات لازم الراجل يشوفه مره واثنين وثلاثه ويتفرج على الدوري المصري بشكل كويس. عندك النهارده انت بتختار بعض اللاعبين اللي موجود عندهم خبره، انت بتقول لي رامي ربيعه، لكن انا بكلمك عندك اسامه اسامه جلال، عندك محمود مرعي تقريبا، وعندك من لعيبه كويسه جدا تتفرج. لا واللي هو ضمه قبل كده، خلي بالك انت الراجل لعبه باك ليفت وباك رايت. الراجل مش باصص على اللعيبه اللي عندك. بيكهام لو لعب جنب محمد عبد المنعم هيبقى عندك دفاع محترم. ما تلاعب اللعيبه الصغيره. مين اللعيبه؟ بقول لك لاعب اللعيبه الصغيره. بيكهام ده بيعرف يطلع لك الكره من ورا صح. مع محمد عبد المنعم الاثنين بيعرفوا يباصوا كده، بيسهلوا على. بس دي مش مهامهم الاولانيه يا كابتن، مهامهم الاولانيه الدفاع. ماشي، بس انت بص، طول ما انت راكب الجيم وراكب الفرقه اللي قدامك، ما فيش فرقه هتهاجمك. ولو هاجمتك، ما انت عندك محمد عبد المنعم وعندك بيكهام لعيب كويس وعندك الاطراف، واخد بالك. انما يعني بيكهام ولا علي جبر؟ كابتن ابو الدهب بيقول لا بيكهام. طيب ياسر ابراهيم ولا علي جبر؟ لا ياسر ابراهيم، وعندك ياسر ابراهيم صحيح، واخد بالك. انا دلوقتي مثلا ما ضمتش الونش عشان لسه ما جهز مثلا. انا ضد ان يجي حجازي حتى لو بقى 100% ما يجيش. ده بقى له فتره وهو بيلعب وهو في حالته، الجامب بتاعه والسبرنت بتاعه ضعيف جدا. بس هو بيلعب عشان ان هو طويل وان هو راجل خبره. لا دلوقتي الكوره في افريقيا. الاتحاد يا كابتن ده كان احد اسباب فوز الاتحاد بالدوري كده حبيبي. هو ما ده الاتحاد، هو كان ساعتها في الفرق اللي هي زي دلوقتي او اللعيبه اللي زي دلوقتي اللي هي جت. لا ايوه الدوري السعودي قوي عامه يا كابتن، بقى اقوى دلوقتي. خلينا انا بكلمك من وجهه نظري، واخد بالك. بس هو كمحترف هيضمه، ده لو بقى 10% من مستواه. انا بكلمك بما يرضي الله. عندك ياسر ابراهيم، عندك بيكهام، عندك الونش، عندك محمد عبد المنعم، واخد بالك، وعندك احمد سامي واسامه جلال. بس الراجل بتاع باتشيكو ده يلعبه، اللي انا ما اعرفش قاعد لغايه دلوقتي بيعمل ايه، واخد بالك. لو لعب اسامه جلال ده هيبقى هو البديل للونش او لمحمد عبد المنعم قبل اللي يجي بعديه بيكهام، يجي بعديه ياسر ابراهيم. نسيم باهر محمدي ليه؟ وباهر محمدي، الله ينور عليك. وعلى الاقل بيلعب في مكانين، باك رايت ومساك. يعني انا ده بقى انا بكلمك قبل علي جبر كمان. طبعا. يعني محمد عبد المنعم الونش لو سليم، بعد كده باهر محمدي، بعد كده بيكهام، بعد كده ياسر ابراهيم. ده وقف الحته دي ساعه راح لمصر يا كابتن بيشيل اربعات. ويعني هو ماله؟ لا يا كابتن ازاي هو ماله؟ ده سردباك يا كابتن، ما في افضل منه. انا بتكلم بقى. طب ما توقف الشناوي مثلا زي ما كان بيقف كده في بتروجيت. لا لما كان بيقف في بتروجيت وتلاقي مثلا فرقه خسرانه 4 و5. علي لطفي هتروح بعيد ليه؟ علي لطفي لما راح زد دلوقتي بقى يشيل 3 و4. علي لطفي ده كل الماتشات كسبان. ده هو الماتش الوحيد اللي هو 3-3 بتاع بلديه المحله. لا والماتش اللي هو خسرهم فيه اللي هو جه يقف بالكره واتاخدت منه. ده اسمه ده الهاني سليمان يا كابتن. ده يا عم علي لطفي. استنى بس، يبقى انت ما بتتفرجش علي لطفي تاني. ما اتفرجش علي لطفي في ماتش هاني سليمان قاعد. هاني سليمان يا عم لا ده دي خد الكوره وجري. لا قبليها علي لطفي. فكرونا يا رجاله، علي لطفي بيمسك الكوره في ماتش ايه؟ الهاني سليمان. لا وعلي لطفي اتاخدت منه الكوره ودخل الجول. كان ماتش ايه قريب. تمام يا كابتن. واخد. فما تقس ان الشناوي بيقف، ما حدش بيروح على النادي الاهلي او منتخب مصر. يعني النهارده بس هو في حالته، فعشان كده انت عارف هو مش موجود النهارده تشيل 4 5. طيب ما الله ينور عليك. يبقى اذا الدفاع وحش يا كابتن. يعني أيوة لان النهارده الشناوي من نجوم المباراه كان وحش. نجوم المباراه النهارده. عشان كده هو نجم. عشان كده بقى الراجل ده فرصه الماتشات اللي بتتلعب دي يدي بقى اللعيبه اللي يشوفها. طيب خلاص يبقى هو اللي يشيل شيلته بقى يا كابتن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا الكابتن رضا عبد العال كان عنده حق ان ننتقد دفاعات منتخب مصر، خاصه في مباراه زي اللي حصلت دي قدام سيراليون. كانت اكبر نقطه ضعف عندنا في منتخب مصر الدفاع وخط النص. الاثنين كانوا دون المستوى. الجانب الهجومي في المنتخب قدر يحط هدفين، لكن دفاعيا كنا مخترقين من كل الجوانب، مش من قلوب الدفاع بس. من ناحية محمد هاني تم اختراقنا،
ناحية محمد حمدي تم اختراقنا. من خط النص كرات بينية ما بين السردباكين تم اختراقنا. فبصراحة كنا متهرتكين تماما من سيراليون، مع ان سيراليون فريق اصلا متواضع، ومع ذلك كان ادائنا زي الزفت. علي جبر ومحمد هاني مش كافيين انهم يشيلوا دفاع منتخب مصر. محمد هاني مع احترامنا ليه وانا اهلاوي، دفاعيا حاليا مستواه نازل جدا. للاسف اكرم توفيق كان مصاب ما راحش المنتخب، كان بيسد الثغره من الناحيه الدفاعيه بصوره قويه جدا. وعلي جبر انا مش عارف هو بيلعبه ليه وثابت عليه ليه بقاله فتره. علي جبر لا يصلح من فتره طويله جدا، راحت على علي جبر من سنتين ثلاثه، انا مش عارف لغايه دلوقتي معتمد عليه ليه، وعشان حته الطول مش اكتر من كده. لكن الطول لوحده مش كفايه. من اللعيبه اللي قال عليها رضا عبد العال، اذا كان بيكهام ولا احمد سامي ولا ياسر ابراهيم، لعيبه كويسه وتدي مردود كويس، خاصه احمد سامي وياسر ابراهيم. ونتمنى ان شاء الله الفتره الجايه يكون دفاعنا بصوره اقوى من كده، لصالح الاتزان الدفاعي الهجومي اللي احنا مفتقدينه في منتخب مصر. لما بنفارق فرق قويه، بنقابل فرق قويه، بيبقى في ضغط علينا كبير، وبالتالي بنشيل اهداف. طبعا في بطوله افريقيا محدش هيسمي علينا. كنت اهلاوي اصيل من عشاق الرياضه المصريه، من عشاق منتخب بلدك. لنا رايك في التعليقات، ودينا لك الاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.